الدين لله والوطن للجميع. لا بس شوف انا بقول لك كلمه يجب انكم ايه وما معنى الدين لله والوطن. شوف كل وطن لا دين فيه لا تعتز بوطنيتك. الوطن كل وطن ملوش دين ايش انا اعمل به ايه الوطن؟ لازم الايه؟ لازم الدين منهج، لازم منهج يسير الحياه. ولذلك ربنا بيقول لنا ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال تبقى ما دام مستضعف في الارض ما تبقاش وطن. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. خلاص شوف حته ثانيه ما تقولش بل فوطن ما فيش دين يحكم ربنا بيفعل ولا تفعل ما اعتزش بيه. أثر الزيارة أثر هذه الزيارة إن شاء الله ترونها فيما بعد، لأن الأثر لا يكون ساعة الحدث. إن شاء الله هنشوف خير إن شاء الله. هو السؤال عن الحب بين المسيحية والإسلام. نعم يا سيدي. المحبة بين المسيحيين والمسلمين احنا شايفينها في قمتها في فضيلتها في قداسة البابا. تجدن أشد الناس عداوة للذين اللي كذب أيوه، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذه الأوصاف عايزينها تمشي. عندنا آية ثانية تحكمنا حتى مع اليهود: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فعندنا مبادئ بيننا وبين المسيحيين، ومبادئ بيننا وبين الأديان كلها، ومبادئ بيننا وبين الإنسانية كلها.